بس ذكائك بقى انك تخلي الراجل يوافق على القرار ده بانك تشاركيه القرار. هلو يا حلوين، اهلا بيكم في حلقه جديده من كيف تصطادين عريس. كلنا جاهزين؟ اسلحتنا معانا. النهارده موضوع حلقتنا ازاي تخلي الراجل يحترم قراراتك الشخصيه ويقدرها ويفهم. اي علاقه في الدنيا بيبقى متوازنه فيها شخصين، كل شخص فيهم ليه قراراته وليه اتجاهاته، مفيش اتنين قراراتهم واحده. طب احنا الحلقه دي ازاي هعرفك ازاي تخلي الراجل يحترم قراراتك الشخصيه. يعني لازم مهما كنتي ست ومهما كان الراجل قوام عليكي، انت ليكي رايك وليكي قرارات لازم تبقى طالعه منك ولازم هو يحترمها. طب مين اللي هيخلينا نحترمها؟ وليه دايما الراجل مثلا انت بتشوفيه ما بيحترمش قراراتك الشخصيه؟ اولا في اسباب بتبقى عنده، اولا ممكن ما يبقاش فاهم وجهه نظرك في اتخاذ القرار فلازم تفهمي. حاجه تانية، في رجاله متسلطه، ده بجد، في رجاله طبعها التحكم، هو بيحب يتحكم في الشخصيه اللي معاه. تعالي يمين يمين، شمال شمال، نامي اصحي اقعدي هنا ما تقوميش، لا هناك بقى تقولي له عند طنط يا ماما، عند مامي يا حبيبي. فما تسمحلوش يبقى مسيطر ومتحكم، لان ده طبع. والراجل اللي بيستخدم سيطرته ويتحكم في كل حاجه في حياتك هتتعبي معاه. في حاجه تانية، ممكن الراجل مثلا يكون انت شايفاه ما بيحترمش قراراتك الشخصيه لانه ممكن يكون مش واصل له المعلومه. يعني القرار اللي انت خدتيه هو مش فاهم انت خدتيه ليه. فلازم تفهمي الراجل اللي قصادك وتفهميه عشان تعرفي ساعتها او تقدري تخليه يحترم قراراتك. طب ازاي اخليه يحترم قراراتي الشخصيه اللي انا باخدها؟ اول حاجه ثقتك في نفسك وانت بتحكي عن القرار انك واخداه. يعني لازم تحسسيه انك واثقه من القرار ده انه صح واني عايزه اعمله فيحترم. تاني حاجه انك تشرحي له ليه اخدتي القرار، تشاركيه. يعني اللي هو انا واخده القرار، انت كده كده واخده القرار مش هتتراجعي فيه، بس انك تشاركيه تحسسيه بقيمته، ان هو يعني وانا باخد القرار حبيت اخد رايك، في الاخر هو الراي ليكي. بس ذكائك بقى انك تخلي الراجل يوافق على القرار ده بانك تشاركيه القرار. على فكره يا حبيبي انا قررت اعمل 1 2 3 وبتاع وهيبقى حلو ليا جدا في مستقبلي ومش عارفه انت ايه رايك. اللي هو انت بتاخدي رايه بس في الاخر انت كده كده هتعملي اللي عايزاه، بس انك توصلي له انك بتشاركيه في قراراتك وبتاخدي رايه بيحسسه بثقه في نفسه، فهيدعمك وهيقف معاكي في القرار. ما وافقش على القرار ما تتحديهوش وما تتكلميش باسلوب حاد وما تتكلميش بعصبيه. لا انا هعمل القرار ده اذا كان عاجبك، اسلوب مستفز يستفز اي راجل. انا شخصيا كمان تستفز لو حد كلمني كده حقيقي يعني بالراحه. طب ليه يا حبيبي مش عاجبك؟ هو انت كده كده هتنفذيني، خليكي ذكيه. ليه مش عاجبك؟ عشان 1 2 3. على فكره انت غلطان، ده انا لو عملت كذا 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 هيبقى كذا، صدقني ده مش هيضايقك في حاجه، والله ده في كذا وكذا وكذا وهيفيدني في كذا وكذا وكذا. انا طبعا في الاخر حبيبي مش عايزه ازعلك مني بس انا حابه اعمل كده، بليز عشان خاطري كده بقى استخدمي الحته الانثويه هايلين معاكي. تاني حاجه بقى، حاجات لازم تتجنبيها جدا في القرارات الشخصيه، ما تقارنيش نفسك بيه، ولازم تديله مساحته هو كمان. زي ما عايزاه يحترم قراراتك لازم انت كمان تحترمي قراراته، لانك لو احترمتي قراراته غصب عنه هيحترم قراراتك. لكن لو وقفتي له في كل قرار بياخده هيقف لك في كل قرار بتاخديه. فخليكي ذكيه، احترمي قراراته. لو في قرار هو واخده مش عاجبك ناقشي فيه بمنتهى الهدوء، ولو هو مصر على قراره سيبيه يعمله. ليه بقى؟ عشان لما يجي دورك يحترم قرارك ويسيبك تعمليه. دايما النقاش والحوار بيقرب العلاقه. احترامنا لقرارات بعض وخصوصيه بعض بيقرب العلاقه. ما احترمتيش قراراته مش هيحترم قراراتك. خدنا القرار فانا هعمله، ابى ام رضى، بس الاسلوب والطريقه. الراجل هيحترم قرارك لو انت واثقه من القرار ووصلتي له الثقه التامه، انا واخده القرار، بس برضو الطريقه اللي بتوصلي له بيها انا واخده القرار. لما بتشاركيه اهتماماتك، بتشاركيه قراراتك، بتشاركيه اللي بتفكري فيه، هو هيحس انك بتشاركيه وتدي له قيمته فهيوافق على قرار. انما انا خدت القرار ومش هقول له قالوا حبيبي انا خدت قرار اعمل كذا 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 كذا، يلا باي باي، انا بس حبيت اعرفك. همشتيه، حتى لو موافق على قرارك هيرفضك وهيبقى مش طايقك وهيبقى متضايق وهتعملي مشكله. لكن في فرق حبيبي، بقول لك ايه، انا بفكر كده في قرار كده خدته وعايزه اعمل 1 2 3، ايه رايك؟ على طول هيلين في ايدك ويبدا يسمعك ويوافق على قراراتك. فهي دي الطريقه الانسب، انك تنفذي قراراتك الشخصيه ويبقى ليكي شخصيه وليكي عقل، فهو يحس ان معاه ست صاحبه موقف. بس الطريقه والاسلوب. يا رب اكون فدتكم ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. استنوني في حلقه جديده مع كيف تصطادين عريسا. وما تنسوش احنا اللي بنصطاد محدش بيصيدنا، والصيده اللي ما بتعجبناش بنعمل ايه؟ بنرميها ونصطاد غيرها. سلام عليكم.